أسعد الله صباحكم بكل خير. حاليا احنا في الدمام في حي الشاطئ. إن شاء الله تبارك الله. تجربة اليوم على الصانع الصيني. هلا بالاستقبال، هذا لسه ما فتحت. لهم السيارة عليها ضباب بعد. نشوف شكلها من قدام. هلا باستقبال الضيوف. وقفلت، يا سلام. تجربتنا اليوم ان شاء الله على البريفيس 2015. بسم الله. ينصر دينك يا شيخ، ما شاء الله تبارك الله. ايش الاستقبال الرهيب هذا؟ والله زي ما انتم شايفين القزاز شو كيف. هذا من الضباب او الرطوبة يعني، بس الاجواء حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. شغل المكيف. طبعا نبغاه داخلي يا حبيب قلبي. ايوه فوق وتحت من هنا. طبعا السيارة اغلب يعني اعداداتها هنا. مكيف هنا، الميديا هنا، بلوتوث هذا هو. اغلب اعدادات السيارة، حتى لمبة الضباب اشغلها من هنا. شوفوا اشتغلت هذه هنا. طفيها من هنا، شغلها من هنا. تمام. تبغى وضعية الاوتو، تبي تشغلها انت، تطفيها تشغلها. اغلب اعدادات السيارة من هنا يعني. وضعيات القيادة زي ما انت ما طالع مربع الحالة. يا اخي ايش التقنية الحلوة دي. طيب لو قلنا كذا، هذه وضعيات القيادة. الراحة الله، كيف قهوة جنبها. الاقتصادي الذكي اللي هو يعني يعرف انت ايش تبي. وهذا الرياضي. طيب خلونا نتكلم لكم كذا عن مواصفات السيارة على السريع. السيارة موديل 25. تمام. خلينا نتكلم عن المواصفات الداخلية. طبعا المشكلة الإنارة جايتك من هنا ومع الجوانب ما شاء الله تبارك الله. طبعا جايك السيارة بانوراما، بس بانوراما صغيرة زي ما انتم شايفين. طيب اول شيء الدركسون عندكم ما شاء الله تبارك الله من اجمل الدركسونات اللي شفتها الصدق. له دائري ولا هو مربع ولا هو رياضي ولا هو فضائي ولا هو مدري ايش، بس يذكرني بالبيجو يعني. البيجو يعني هم يعني قدامى في السالفة هذه. السيارة ما فيها ازرار كثير. طبعا مسكة الباب رهيبة يعني. شوفوا تذكرني بالسيارات القديمة يعني، لا كذا كذا على فوق. تمام. طيب الدرايش عندكم هنا فول اوتو. تمام. اوكي. طيب هذا مثبت السرعة من هنا خلاص، واعدادات الشاشة. وهنا عندكم التحكم بالميديا والأوامر الصوتية. البولي حقها يا سلام. شماسة زي ما انتم شايفين. طبعا هذه مهي بتاعتين، جايتك عادية لأن السيارة فيها قياسية. عجبتني صراحة يعني. اللهم صل على محمد، اللي هي فتحات مكيف جاية مخفية وشكلها تصميمها حلو. بس السلبية اللي أنا أشوفها إنه من ناحية الريش ما تشوفها يعني، ما يمديك توجه المكيف كيف متجه عليك. أوكي. طبعا عندكم هنا زر تشغيل، طفي المكيف من هنا، ترفع الصوت من هنا، ترخي من هنا. فيها أماكن تخزين ما شاء الله تبارك الله. عرفتوا؟ فيها مكيف خلفي
ومكان تخزين، تكاية وسطية مع كاسات. الجلد صراحة والتطريز حقه جميل، مريح صراحة، مريح مرة. جيتك طبقتين حتى. طبعا القفل فيها هنا على باب واحد، ما فيها يعني سنتر لك على الباب الثاني. وهذا زر تقفل فيه القزاز بحيث ما حد يفتحها. طبعا الجير جايك من هنا، اوكي، هذا الجير خلاص. وهذا حقة الإنارة. الجنط من هنا، ترفع العدسات وترخيها من هنا. السيارة طبعا كمواصفات خارجية، كاميرا أمامية، كاميرا خلفية، وحساسات خلفية وحساسات أمامية، وكاميرا المراية هذه. الكاميرا أتوقع أنها 360 درجة فيها السيارة، تمام. فول ايرباك. ماكينة السيارة 2.0 تيربو، تعطي قوة 215 أو 220 حصان. الجير حقه 7 نمر دبل كلتش. وخزان الوقود 50 لتر، تمنيت أن يكون أكبر من كذا. بناخذ السيارة بنجربها، والحمد لله ان البنزين ينبت مولع عشان نفلل. نطلع ان شاء الله من الشرقية على الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. يا اخي والله العظيم الصينيين ابدعوا صراحة. يا ويلكم يا المنافسين، يا ويلكم، يا ويلكم. طبعا قال يذكرني بالمرصد الصراحة. يا اخي والله يعني شوف ضباب ولا اشوف شيء، بس مع ذلك التصوير هنا حلو. ايوه طبعا فراملها ما شاء الله جبارة. لا اله الا الله. هاي شوف بالله الدلع، هاي شوف الدلع كيف. طيب ايوه. يقول لي اربط حزام. شفت التنبيه كيف حنون. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. ما شاء الله تبارك الله. والله الصبح عندكم يا اهل الشرقية يا اخي والله العظيم يفوز صراحة، خاصة الاجواء عندكم حلوة. الحين وقفت محطتنا ونفلل. طبعا المفروض يا جماعة والله اني اعبيها 95، لكن اصحاب الحلال عب 91 وما لك داخل، ابشر. شوفنا الحين هلا بدانك موجود، يبي لها والله قهوة مع ذا الصبحية. طبعا ايش الحلو؟ ما توقف في الزحمة، تانك يسار، تانك يسار. ارحب يا الحساسات. عبي فل يا مدير. عندك 5 واحد يا عسل. غسل فل. ها فل. طبعا هذا الجير والله يا جماعة مثل مرسيدس ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا عندكم هنا يطلع، اوكي، يطلع لكم هنا الان دي، خلاص خلاص. وهذا البي هنا، تضغط طال عمرك كذا السيارة مسكجرة انطر المجتمع. طيب السيارة يا جماعة طبعا نسيت اقول لكم انها فيها 4 عرباقات بما انها فئة الستاندر، اوكي. طبعا فيها اماكن تخزين تحت هنا، فيها شواحن 2 تايب سي. نشوف 1 2، اي والله 2 تايب سي فيها. السماعات عندكم 1 2 3 4 5 عند البيبان هنا. ظهر ورا بعد فيه. الموتر ما شاء الله تبارك الله. الحين بنفلله
نشوف ايش وضعه، نشوف ايش اداءه، ونقول لكم إن كان في سلبيات ولا ايجابيات راح نفيدكم فيها ان شاء الله. ما شاء الله. هذا طبعا كان التانكي، هذا الحرارة 91 ريال الحساب. التانكي 41 لتر. 41 لتر. أنا نحاسب. Pachas. خلاص؟ اي تمام. يلا السلام عليكم. ارجع. طبعا انا اصور يا جماعه، الناس مدري ليش مستغربين ايش عنده ذا يصور. اخي انا قاعد اصور محتوى يا اخي، ما جيت صورتك الله يرحم والدك. لحظة اعرفكم انتم تتحسسون من الحركة هذه. نحط على البيع احنا واقفين. هذه الاعدادات. ها طبعا هنا ضغط الكفرات، بس نبي نصفر العداد. يلا نعلق عليه. تم إعادة تعيين بنجاح. تمام، صفرنا أبو العدادات. ونحطه طال عمركم على الرئيس، وناخذ قهوتنا ونتوكل على الله. يا أخي أموت على الطهرة يا أخي اللي جايتك. ترى الدركسيون ثقيل يا جماعة، يعني يوم أخذ لفات السيارة الدركسيون ما شاء الله ولا غلطة. ناخذ قهوتنا ونتوكل على الله. اهلا وسهلا فيكم من جديد يا حبايب قلبي. طيب خلونا نتكلم لكم شويه ما دام احنا مشينا حاليا 100 كيلو، قطعنا مسافه. والله يا جماعه من ناحيه عزل السياره حلو تمام، في صوت هواء خفيف. خلونا ننزل من هنا. في صوت هواء خفيف. طيب خلونا نشوف صوت البانوراما. العزل والله حلو، العزل صراحة حلو تمام. عزل السيارة برضه حلو. الشيء الثاني طارة ثقيلة فيها رساوة. المراتب للأمانة يا جماعة والله إني مرتاح. والدركسون التصميم حقه يعني ما شاء الله تبارك الله. خلاص يعني جايك رياضي بحت، بس إنه مريح. يعني أول مرة إيدي ترتاح يوم إني أمسك الدركسون كذا. خلاص يعني يوم إنه يكون منحني دائري من فوق تمسك بس ما تحس القبضة ماسكة صح. هذه لا كذا يعني الأمور طيبة تمام. في سلبية أنا ملاحظها في السيارة، يعني حاجة تقنية شوية، وإن شاء الله إنهم يعدلونها، اللي هو مثبت السرعة. مثبت السرعة إيش مشكلته؟ مشكلته يا جماعة الخير ما يخليك تختار السرعة اللي على هواك. خلاص يعني يخيرك بين أرقام معينة. شلون؟ يعني مثلا أنا مثبت الحين 145، هو الحين مخيرني يا 140 يا 145 تمام. لو بتمشي 120 تبي ودك تمشي يعني 126 27 يقول لك لا، يا 120 يا 125 130 135 وهكذا تمام. خلصنا من الكاميرا نرجع نمسك. طبعا السيارة وكيلها الإعلان خلاص ساير دمج حلو في جيلي صراحة. يعني شركة صينية بينها وبين شركة فولفو دمج محترم. يعني الماكينة الجير الشاصي كله فولفو. وفولفو من المكاين الجبارة، من الشركات الجبارة. يعني شركة
يا هي سويدية أو إنها سويسرية، اكتبوا لي في التعليقات. مكاين فولفو من المكاين ترى الجبارة يا جماعة يعني، بس إنها ما أخذت له يعني شركة فولفو السعودية يعني مشاكلها تسويقيا يعني شوية أنا أشوف، عشان كذا نادر تحصلها تمشي في الشارع. ساير والله دمج بينهم الاثنين يعني دمج مجنون صراحة. طيب السيارة هذه من ينافسها؟ أنا بقول لكم الكلام اللي بسمعكم إياه ولكن أرض الواقع الكلام اللي قاعد أقوله غير. من تنافس السيارة هذه؟ السيارة هذه تنافس تويوتا كامري، تنافس طال عمركم هونداي سوناتا، تنافس عفوا هوندا كورد، تنافس النيسان التيما، تنافس طال عمركم كي 5، تنافس مازدا 6. تمام؟ لكن أرض الواقع لا. إحساس إن السيارة هذه يعني، وأنا أقول ذا الكلام تقول الأشكال ذي أنا ما طالع فيها. كيف كذا؟ لا ولا طالع فيها أساسا. مسألة إني أنافسهم، تعديت المرحلة إني أنافسهم، تعديت مرة يعني. تعداهم سعريا، تعداهم في الكواليتي، تعداهم في الضمان، تعداهم في المواصفات، تعداهم يعني في حاجات كثيرة من زمان تعداهم يعني مو من تالي، والله له فترة متعديهم. فالصيني حاليا قاعد ينافس السيارات الصينية اللي زيها، هذا اللي أنا قاعد أشوفه أرض الواقع. أنا أنافس كامري، مجنون أنت. أنا أنافس هوندا، أخر اللي 24 ساعة تخبط. أستغفر الله. أنا نفس السيارات ذي يا حبيبي، مجنون أنت. هذا كلام الصيني ولا هو كلامي أنا يعني. أنت شوف السوق وشوف إيش الوضع. أنت معك الحين 50,000 أو 60,000 وتروح للشركات المنافسة ما بتحصل السيارة بالمبلغ هذا، تعطيك دلع قليل. خلاص 50,000 60,000. الصيني يقول معك 50,000 60,000 تعال أركبك أطلق سيارة. معك 70,000 تعال أركبك أطلق سيارة. معك 100,000 تعال أركبك أطلق سيارة. معك 150 130,000 تعال أركبك أطلق سيارة. هذا الصيني اللي قاعد يسويه، عشان كذا أكل حصة سوقية محترمة يعني في السوق. طيب يعني زي السيارة اللي معي هذه حاليا، أوكي، هذا اللي معي ستاندر. شوف ايش فيه مواصفات، شوف عداد شاشة، هذا شاشة فيها كل اللي انت تبغاه، ومكيف ما شاء الله ولا غلطة. خلاص عشان لا احد يقول انت تطبل ما تطبل، انا قاعد اقول لك ارض الواقع. انزل السوق شوف الوضع، شوف الشارع كم حواريكم، شوف كم سيارة صينية واقفة. اول كان ماخذ السوق الهونداي والتويوتا والشركات المنافسة اللي ماكل السوق. الحين لا، الحين ما تطب شارع الا حارة الا تلقى لك 5 6 7 سيارات صينية من الاخر يعني. فالسيارة اللي زي معي هذه الان يجي لي بريفيس، خلاص. طيب هذه السيارة الفل كامل اوكي، ارخص من الكامري ستاندر، وفيها اللي انت تبغاه، اللي انت تبغاه تحصل. عرفت ليش الحين؟ طيب تبغانا نلف بعد شوية، ارخص من السوناتا. هذه الفل كامل منها ارخص من السوناتا، وارخص من الالتيما، وارخص من هوندا كورد. وش تبي؟ فهذه هي لغة الصين الحين. انا قاعد اشوف الصين والله الشركات الصينية هي اللي قاعدة تنافس نفسها يعني. بطلوا ينافسون الشركات الثانية، بطلوا خلاص. لأن الصين يا جماعة للأمانة ما كل شوي مطلع سيارة جديدة يعني، مو كل سنة يطلع، كل شوي مطلع سيارة جديدة، سيارة صغيرة، سيارة كبيرة، سيارة فخمة، سيارة كهربائية، سيارة جيب، حوض. مبدعين صراحة، مبدعين، يستاهلون صراحة يعني، قاعدين يشدون حيلهم. فالوكلاء حاليا المنافسين يعني زي الحين وكيل جليل وإعلام، خلاص بدال ما ياكل في نفسه ياكل من الثاني. هونداي ماشي سوقها، فهمت؟ بس عشان ياخذ حصة سوقية برضو محترمة اخذ الوكالة هذه، واهنيه صراحة. بس ناقصة حاجة واحدة،
انه بس يضبط خدمة الصيانة ما بعد البيع، هذه هي اللي ناقصها فقط. بس للأمانة يا جماعة يعني الناس عشان تشتري سيارة يعني زي الكامري اللي أنا سويت عليها فلوج، والله حلوة ما عيب فيها، بس ليش الفل واصل 150 ألف تقريبا أو 140 ألف؟ ليه؟ إيش قدمت لي أنت؟ لازم الفل يوصل الأسعار هذه؟ من متى الكامري واصلة كذا؟ أرقامها مجنونة. يعني بعد 4 سنين 5 سنين بتصير الكامري 200 ألف؟ معقولة؟ ليه؟ والمنافسين نفس الكلام، يعني لا تحسبهم يصيرون حنينين، لا غاليين، غاليين جدا. فالصراحة الصيني قاعد يكتسح وعينك تشوف بالأخير، وبقوة وداخل بكل عضلاته، ما يمزح الصراحة. يعني أنا من الناس اللي كنت للأمانة وكلمة الحق أقولها وأعترف فيها صراحة، أنا من الناس اللي محقق الصيني إلين قبل 6 أشهر. قاعد أشوف يعني سيارات مجنونة، قاعد أشوف مواصفات، قاعد أشوف تجارب يعني في الأفرود عندهم، في الجيوب، السيارات الثانية، حوادث الصدم، الصلابة اللي عندهم. يعني زي السيارة اللي معنا فيها 4 إرباقات، 1 2 وعلى المراتب إرباقات جانبية. الفل تجيك 6 إرباقات فيها. وش فرق الفل عن السوح؟ مواصفات بسيطة وسعر فقط. يعني هذا يتوقع في الثمانينات، والفل يمكن كان في التسعينات الفل، بس زاد الحين ممكن واصل 102 100 وحاجة، يعني 100 وكم ألف. هذا فل ضمان حقه كم؟ 7 سنين أو 200 ألف لما خاب ظني، أو 250. شوف قاعد يكب لك مواصفات، قاعد يثبت نفسه، هو قاعد يثبت نفسه، مو أنا اللي قاعد أثبت لك، هو في السوق قاعد يثبت نفسه بكلامي ولا بدون كلام. ف يعني اللي قاعد يصير ذا الحين حرب جبارة بين المنافسين. المنافسين لازم يصحصحون، لازم، هم صحصحوا بس متأخر، لكن لو يعدلون في الأسعار شوية قسم بالله يتوتر الصيني، والله يتوتر. بس لو يعدلون في أسعار صدقني راح يتوتر الصيني. والله إنها سيارة جميلة صراحة. السيارات أنا من أول قاعد أقول لكم السيارات فتنة فتنة فتنة، يعني مجنونة. لكن على ما يقولون زينا الكريم إن شاء الله. نكمل في الخط، وإذا في ملاحظات ولا في شيء راح نفيدكم إن شاء الله. خلكم معنا. اللهم لك الحمد. توني دخلت تعديت تفتيش الرياض، اللهم لك الحمد، صلى الله طيبين. طبعا في حاجة توني انتبه لها، شفتوا هذا الأربيان يوم دعست قاعد أشوف يتحرك. يعني السيارة ذا الحين الأربيان حقها 2400 على سرعة 126. شفتوا هذا مثبت الأخضر؟ إن شاء الله يطلع عندكم واضح. شوفوا ذا الحين بخليه 120 بس، 120 125 130 135 بس، هذا حتى عرفتوا. طبعا ما شاء الله قطعنا مسافة 337 كيلو، والمتبقي في البنزين مشينا 191 أو 190 حاليا، يعني الربع. السيارة ناعمة ما شاء الله تبارك الله، ومرتاح فيها والله. بس فيها صرفية خلاص، بحكم ان بنزيمها 91 لانها تيربو. لو كان بنزيمها 95 يعني بتوفر يعني اكثر. لكن نخش الرياض ونوقف عند اقرب محطة ونختم ان شاء الله هناك. اللهم لك الحمد والشكر. دخلنا الرياض، حنا حاليا في شارع برمودا يا وادي انت. نبي نفلل، نبي نختم مرة واحدة. المحطة ذي يفتحوها أخيرا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 1
بسم الله. مرة واحدة نوقف نريح. قلبي على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. ما شاء الله تبارك الله. والله أداءها حلو صراحة السيارة هذه. دخلت مزاج الصدق. طبعا زر الشنطة مثل ما انتم شايفين هذا مكانه، بس واضح ان ذا اوه حركات. توني ضغطت كذا يعني ما كيف فتح. نجرب مرة ثانية. طيب هذه الكاميرا طبعا هنا تضغط على الجنب، بس هذا مكسور. واضح ان ذا مكسور. الا يعني اضغط على الصدام. تستهبلون انتم. ايش ذا السيارة؟ ها فل ها 91. كيف تحت قبل شوي؟ استغفر الله العظيم. الزر هنا شكله هذا مكسور. طبعا الشكامين هذه حقيقية طبعا. ما شاء الله تبارك الله على الموتور. ما شاء الله تبارك الله. موتور ولا غلطة يا جماعة الخير. وجيت أليمة أنيقة بعد. والله تجربة ناجحة صراحة. يعني من السيارات الصينية اللي اللهم لك الحمد يعني توفقت فيها والله. ف إن شاء الله تبشرون بالتجارب الثانية. والله يا كثر اللي يكتبونها زيرة زيرة، أقسم بالله إذا توفرت تبشرون. ترى أنا قاعد أدور السيارات اللي تطلبونها اللي يتوفر منها أسويها. وهذه شفتها طارفة وجديدة وقلنا يلا تخش في القائمة، ليش لا. فصبركم علينا شوية بس، لو لين تتوفر السيارات وابشروا بأحلى تغطية وأحلى فلوقات وأحلى دلع. لا إله إلا الله. يا زين الصباح يا ناس. والله السيارة جميلة يا جماعة. قسم بالله ان السيارة جميلة وداخلة مزاجي. يعني مشروع اقتناء. بيت فل ولا باقي؟ كم؟ 32 لتر. 32 لتر 70 ريال. وين سوينا لنا لا؟ وين؟ 101 ريال. 101 ريال؟ نعم. شوف زين. هذا 101 ريال؟ لا لا سوي 70. وش اللي 101 ريال؟ ها 71. 101 ريال. انت شوف هنا وقف هنا. تعال تعال شوف. انت شوف هنا واحد. أيوة. انا اشوف هنا سوي كذا. تمام حبيبي انت. طيب. انت شوف هنا وقف. لا ما عندك نفس ريال. ما عندك مشكلة. المهم يا جماعة لا تنسون اللايك، سبسكرايب، الاشتراك، ادخلوا على القناة بتقولكم فرة فيها، شوفوا المحتوى الجميل. والله الله بالتعليقات الحلوة يا جماعة. نشوفكم ان شاء الله في تغطيات ثانية بإذن الله. آخر حاجة الفل يمشينا 656 كيلو. يلا نشوفكم على خير، مع السلامة.